في ثنائيات ما بين مخرج وممثل بتبقى كده متوقع نجاحها، لان الممثل جامد والمخرج جامد، زي مثلا عادل امام وشريف عرفة. بس الثنائيه اللي هتكلم عنها النهارده نجاحها كان مفاجاه لينا كلنا، وهم محمد رمضان ومحمد سامي. فتعال نتكلم شويه واقول لك ازاي محمد سامي ومحمد رمضان قدروا ينجحوا مع بعض. لازم نرجع ورا حبه عشان التفاصيل تبقى كامله. فتعالى نرجع ورا ل 2011. في 2011 تامر حسني بيعلن ان هو عنده مسلسل في رمضان اسمه ادم، وبما ان المسلسل كان في سنه الثوره فاكيد كان بريء مع الثوره والفساد اللي كان ايامها يعني. وكمان المسلسل كان اخراج مخرج شاب في اول اعماله اسمه محمد سامي. طبعا المسلسل نجح جدا لكذا سبب، اولهم الستار باور. اكيد تامر حسني نجم كبير وجماهيريته كبيره هتخلي المسلسل يتشاف. والسبب الثاني ان سامي عمل خلطه عجبت الناس واثرت فيهم، بالرغم من الافوار اللي فيها وان شخصيه ماجد المصري دي اكتر شرير اوفر في تاريخ الدراما يعني. بس المسلسل نجح، عشان كده في 2012 محمد سامي يعمل مسلسل اسمه مع سبق الاصرار، بس المره دي مع غادة عبد الرازق. المسلسل نجح